مصطفى سلطان، اهلا بحضرتك في السيرك القومي. اهلا بيك اهلا بيك. هنسيب بقى حضرتك تعرف للمشاهدين مين هو دكتور مصطفى سلطان. انا استاذ متفرغ باكاديميه الفنون، وكنت رئيس قسم الديكور في المعهد العالي في المسرحيه وعميد المعهد سابقا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك شفت النهارده العرض الجديد للسيرك نقطه ومن اول السيرك. راي حضرتك ايه بدون مجامله؟ والله بدون مجامله، انا يعني بقالي فتره طويله ما شفتش حاجه زي كده، او يمكن السيرك ما عملش عرض قوي بالامكانيات ديت. وبعدين ده احياء لقدرات الولاد اللي هم لاعبي السيرك، ولابد ان احنا ننميهم او الاستمرار بحيث ان هم يستطيعوا ان هم يؤكدوا دورهم. يعني لما يبقى السيرك مثلا من الستينات موجود، وبقى اخد فتره كده هو ما فيش يعني عروض جاده او عروض بهذا تجديد المستوى. يعني لا لازم يكون في تشجيع اكتر من كده وعروض مستمره، وممكن تنتقلوا بقى المحافظات. يعني بقى يبقى ان شاء الله ده اللي بيتخطط ليه الوزاره ان شاء الله. لا شيء رائع العرض. يعني حضرتك شايف ان هي بدايه موفقه اعداد موسيقي رائع والولاد كلهم ممتازين، كل الالعاب اللي انا شفتها الحقيقه فيها تناغم وفي ارتباط ما بين الفقرات، وده اعتقد من عمل المخرج يعني. وكمان الاضاءه رائعه جدا. وما ننساش حضرتك المدير اللي هو مصمم الاستعراضات دكتور عماد عبد العليم. يعني عمل مجهود جبار حضرتك مع فريق التشكيلات بالذات. والايقاع في العرض، اصل العرض المسرحي او العرض السيرك او الاستعراضي يربطوا اهم حاجه الايقاع. فالايقاع مترابط وهايل ورائع، والحقيقه وانا اشجع اي مدرسه تدعوها لازم تعمل له نشاط. المدارس تيجي والجامعه تيجي والناس مش عارفه، يعني لابد بس الاوضاع تستقر في البلد شويه الحمد لله ان شاء الله تستقر. لكن ان شاء الله في خطه جميله للسيرك بامر الله في الفتره اللي جايه. ان شاء الله هتستقر وتبقى زي الفل كده اهوت، ونرجع لايام زمان بامر الله واحسن ان شاء الله. واحسن ان شاء الله باذن الله، والبركه في حضراتكم واداره السيرك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. انا بشكرك ان حضرتك سمحت لي اعمل معاك اللقاء، وبنتمنى حضرتك تشرفنا دايما في السيرك القومي. لا انا مش هسيبكم، لا كل عرض لازم هاجي اتفرج. اهلا بيك، تنور وتشرف يا فندم. لازم الحقيقه، وانا بدعو كل المهتمين بالحركه الفنيه الاستعراضيه والغنائيه لابد ان هم يجوا يتابعوا العروض دي. شكرا يا فندم. ده هيبقى دافع ان يحصل تجديد كمان، تجديد. وده يعني انا الحقيقه منبهر بالعرض، يعني الحقيقه منبهر بالعرض. الف شكر يا فندم، متشكره جدا. الف شكر لذوقك. شكرا يا فندم.